السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي، كنتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد، وصفة جديدة كالعادة. اليوم ان شاء الله نشارك معكم ميني طاكوس بواحد الحشوة اللي كتجي لذيذة ومعلكة بزاف. طريقة تحضير سهلة وبسيطة. هاد المملحات كيجيو رائعين في المنظر وحتى في المذاق. انا اكيدة اذا جربتهم غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. بلا ما نطول عليكم دوزوا المقادير وطريقة التحضير. قبل ما نبداو صليو كاملين على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيف ما كتشوفوا أخواتي، هنا في المقلاة عملت قليل من الزيت وعملت واحد الكمية ديال صدر الدجاج. غادي نضيف عليها قليل من الفلفل الأسود والملح على حسب الذوق. غادي نبقى نقلي فيهم حتى ياخدوا واحد اللوين ذهبي، حتى يدخلهم الطياب مزيان بحال هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. هنا في نفس المقلاة غادي نضيف قليل من الكفتة، يعني كلشي في مقلة واحدة. صافي كيف ما كتشوفوا حاولت نوزع هذاك الدجاج على الجانب، وبديت كنقلي في الكفتة حتى رجعت بهذا الشكل هذا وخلطتها. هنا غادي نسول الكفتة وصدر الدجاج، وفي نفس المقلاة غادي نعمل قليل من الزيت. غادي نعمل فلافل الوان، نبقى نقلي فيها حتى ترجع بهذا الشكل هذا. وهنا غادي نضيف ليها هذاك صدر الدجاج مع الكفته. هنا ضفت قليل من بودرة الثوم، تقريبا معلقه صغيره. هنا عملت واحد 3 ديال الفرماج ديال الساندويتش. هنا خديت كاس ديال الماء وعملت فيه معلقه ديال الدقيق. كيف ما كتشوفوا كيعطينا واحد التعليكه. وهنا عملت معلقه ديال الصوجه. صافي كنحركوها مزيان حتى كنحسوا بهذاك الدقيق طاب، حتى كترجع بهذا الشكل هذا. صافي هنا غادي نخليها تبرد ونرجع معكم. هنا عندي الخبز ديال الطاكوس. كيف ما كتشوفوا راه الخبز ديال الطاكوس كبير، قطعته دوائر صغار. يعني تقدروا تستعملوا اي سيركل عندكم او لا اي حاجه تقطعوا بها. انا استعملت هاد الغرف هذا كان عندي هو اللي قطعت به. هنا غادي ندوز نستف الخبز الطاكوس ديالي على هذا الشكل هذا باش تسهل عليا الخدمه. واول حاجه كنعمل جبن موزاريلا هو الاول. تقدروا تعملوا الا عندكم شي صوص ولا شي حاجه. هنا من بعد الحشوه ديالي ما بردت غادي نوزعها على خبز الطاكوس كامله. هكا الخدمه كتسهل.
هنا من بعد ما وزعت الحشوه ديالي كامله غادي نضيف اخر حاجه وهي جبن موتزاريلا. هنا تقدروا تستعملوا فرماج احمر ولا تخلطوا بيناتهم، لكم الاختيار. هنا من بعد ما وزعت هذيك الموتزاريلا كامله جبت مقله ديال الفرن وبقيت كنستف فيها هاد ميني تاكوس. الطريقه واضحه جدا وسهله، يعني ما فيها لا تعقيدات لا حتى شي حاجه. هكا كنبقاو نستفوهم قدام بعضهم. هنا من بعد ما ساليت غادي ندخلهم الفرن، يكون مشعل من الفوق ومن التحت على درجه الحراره تكون متوسطه. هنا ملي تبغيو طيبوهم حتى تكونوا غادي تاكلوهم، يعني تكون الطابله ديالكم واجده عاد دخلوهم الفرن. من الافضل كيتكالوا سخانين باش كتحسوا بهذاك التعليكه ديالهم. شوفوا ما شاء الله كيفاش عاملين، شوفوا التعليكه كيفاش عامله، راه كيجيو في المذاق رائعين. حتى تجربوهم عاد تحكموا، راه كيحماقوا عليهم الوليدات، وصراحه راه كيعجبوا الكبار والصغار، وكينفعوا الوليدات هكا في المدرسه. راه تاكلي وحده وتزيدي حتى الثانيه وتبقاي غدا هكاك حتى تساليهم. كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم. كنتمنى من الاقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. كل اخت وصلت معايا حتى لهنا كنقول لها شكرا على حسن المتابعه، وحتى لهنا كنكون وصلت الى نهايه الفيديو. ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم، تهلاو في ريوسكم، الى فيديو قادم ان شاء الله ووصفات اخرى باذن الله. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.